كم مرة هنأجل الحاجات اللي احنا بنحبها علشان خاطر الراحة المؤقتة أو الراحة الوهمية اللي بتيجي وبتروح في ثواني؟ كم مرة هنقول مش دلوقتي قدام الفرص اللي بتيجي لحد عندنا؟ يعني هنفضل لحد امتى مأجلين أهدافنا لغاية ما حد تاني يجي يحققها ونشوف أهدافنا وأحلامنا بتتحقق قدام عينينا، وحد تاني هو اللي بيحققها ونفضل بقى نندم ونقول يا ريتنا اتحركنا من ساعتها. انا بس عايزه افهم حاجه، عايزه اسالكم بس سؤال، سواء انت او هي، مستنيين ايه؟ انتوا مستنيين ايه؟ يعني لو مش هتتحركوا في الوقت الحالي اللي احنا فيه دلوقتي هتتحركوا امتى؟ حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قد الكون كله. معلش انا متاخره عليكم. احنا طبعا هننزل حلقه كل يوم سبت، فما تزعلوش مني، وان شاء الله هحاول ما اتاخرش عليكم، واحاول انزل شورتس برضو، فان شاء الله خير. المهم هنتكلم النهارده عن موضوع انا شايفاه ان هو موضوع مهم جدا سواء للبنات او للشباب، لانه بحسه موضوع اساسي في انه مش بيخلينا نتحرك، يعني بيخوفنا من ان احنا نبدا، او مش بيخلينا نتحرك اساسا في الحاجات اللي احنا عاوزين نبدا فيها او في اهدافنا. فيلا نكمل. اول حاجه عايزه اقولها ان انتي بطله قصتك، انتي المسؤوله عن كل حاجه بتحصل في حياتك. انتي سواء بتاجلي بمزاجك او بتاجلي بسبب مشتتات حواليكي بتخليكي تاجلي، فانتي المسؤوله في كل الاسباب. انتي واحده عاقله، بني ادم عاقله، عارفه انتي بتعملي ايه، وعارفه ايه الحاجات اللي بتلهيكي او الحاجات اللي بتشتتك وبتخليكي تاجلي علشانها. فانتي عارفه، صح؟ انتي عارفه بمزاجك. ففي نفس الوقت اللي انت متحكمه بيه ان انت تاجلي حياتك وتاجلي مستقبلك وتاجلي الحاجات اللي انت عاوزه تعمليها، في نفس الوقت انت تقدري انك تقلبي الموازين تماما. بما انك قادره انك تاجلي، برضه في نفس الوقت انت قادره انك تقلبي الموازين لصالحك. انت عندك القدره انك تاجلي بمزاجك، وكمان في نفس الوقت عندك القدره انك تغيري كل ده وتتجاهلي الكسل تماما، وتغيري من نفسك وتغيري من حياتك. فسواء انت عندك المقدرة لكده، كمان عندك المقدرة ان انت تغيري كل حاجة. فحاولي تفهمي ان انت المسؤولة عن حياتك او انت المتحكمة في حياتك. فليه ما نتحكمش فيها بطريقة احسن؟ ليه ما نتحكمش فيها بطريقة افضل؟ بدل ما انا متحكمة في نفسي ان انا باجل علشان خاطر الحاجة دي عجباني، سواء مسلسل، طب هسمع المسلسل ده واخلصه وبعدين اعمل اللي انا عايزاه. هسمع الفيلم، مش عارفة، لا ده انا خايفة ابدأ، لا مش عارفة ايه. شفتي؟ انت المتحكمة، بالرغم من ان الحاجات دي كلها برضو انت تقدري تقولي لا، مش هسمعه لما اخلص الحاجه اللي انا عايزاها، لا مش هعمل كده لما اخلص الحاجه اللي انا عايزاها. فهمتي المعادله؟ اجازه وما ادراك ما الاجازه. احنا من صغرنا واحنا عارفين او متعودين على ان الاجازه هي وقت الراحه، ان احنا نرتاح بقى من الدروس والجامعات والمدارس والكلام ده كله. بس حاليا في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وفي السن اللي احنا فيه، الاجازه اكتر وقت ننجز فيه حاجات كتير جدا تقربنا من هدفنا. وبصراحة أنا بحسد البنات أو الشباب اللي استغلوا الأجازة صح، لأن أنا استغليتها، ممكن أكون استغليتها في آخر شهر تقريبا أو حاجة زي كده، أو آخر أيام الأجازة يعني، مع الأسف يعني، ولكن ما استغلتهاش صح. فأنا علشان كده بقول يا بخت اللي استغلوها صح، لأن الأجازة بصراحة أكتر وقت إن احنا ننجز فيه حاجات كتير توصلنا لهدفنا وبسهولة جدا. الحاجة اللي عايزة أوصلها لك أو أوصلها لك إن انتوا اللي هتساعدوا نفسكم، تمام؟ هتشجعوا نفسكم، هتدعموا نفسكم في الوقت اللي مفيش فيه اي حد يشجعكم، مفيش فيه اي حد يدعمكم. انتوا اللي هتدعموا من نفسكم، انتوا اللي هتبقوا سند وظهر لنفسكم. هتواسوا نفسكم في الوقت اللي الناس هتتريق عليكم فيه بسبب احلامكم الكبيره. عرفوا نفسكم ان انتوا طول ما انتوا ماشيين صح، فما يهمكوش اي حد، ما يهمكوش اي كلام الناس، طز في كلام الناس كلهم حرفيا يعني. طالما انتوا ماشيين صح وفي الطريق السليم، فخلاص طز. خلاص اي كلمه بقى تتقال من اليمين، اي كلمه تتقال من الشمال، في 60 داهيه، وما يهمكوش اي كلام الناس طول ما انتوا ماشيين صح وعارفين انتوا بتعملوا ايه ومخططين كويس للي انتوا هتعملوه. بس عايزه اقول لكم على حاجه، وقت ما هتقرروا ان انتوا تواجهوا الكسل وتبداوا تغيروا من نفسكم، لان طبعا انتوا زي ما انا قلت لكم انتوا اللي تقدروا تعملوا كده، لان انتوا المتحكمين. سواء انتوا بتكسلوا بمزاجكم، انتوا كمان تقدروا تغيروا حياتكم بمزاجكم، تمام؟ فالمهم لما تبداوا تتغيروا، او لما تبداوا تحبوا ان انتوا تتغيروا بقى خلاص، وتتجاهلوا الكسل والتاجيل والكلام الفاضي ده كله، هيبقى في ايام صعبه. ايوه هيكون في ايام صعبه. وعايزه اعرفك
او اعرفك ان انتوا لما تدخلوا في الايام الصعبه دي، او تحسوا ان انتوا في ايام صعبه والناس كلها واقفه ضدكم والظروف مقرفه والظروف صعبه، اعرفوا ان انتوا ماشيين في الطريق المظبوط. اعرفوا ان دي اختبارات من عند ربنا بيختبر صبركم، ربنا بيختبر بيمتحنكم. فلازم تعرفوا ان انتوا ماشيين في الطريق المظبوط. اي عراقيل او اي مصايب او اي ظروف صعبه تمروا بيها، اعرفوا ان انتوا ماشيين في الطريق الصح. دايما اعرفوا ان النجاح ليه وقت، فلازم تعرفوا ان انتوا ماشيين في الطريق الصح، ودي اختبارات من عند ربنا. في الوقت ده بقى لما تحسوا ان انتوا خلاص الدنيا كلها جت عليكم، مفيش حد واقف معاكم، انا عايزاكم تقفوا مع نفسكم وتواسوا نفسكم. سواء بقى تقفوا تكلموا نفسكم، تقفوا قدام المرايه، اي حاجه، تقفوا تكلموا نفسكم، تقولوا لنفسكم انا فخور او فخوره بيكي. تمام، انا فخوره بيكي. احنا عدينا مع بعض حاجات كتير، فاكيد هنعدي دي سوا. احنا مش هنستسلم، احنا مش هنقف، احنا لسه قدامنا طريق طويل. تقعدي تطبطبي على نفسك وتقولي لها احنا لسه قدامنا طريق طويل، اللي احنا ابتدينا فيه لازم ننهيه. ابتدينا في الصح والمظبوط، هننهيه في الصح والمظبوط. لازم تعاملي نفسك بالطريقه دي، لازم تعاملي نفسك بحنيه وتطبطبي عليها وتقولي لنفسك ان احنا ماشيين في الطريق الصح. احنا هننجح، يعني هننجح. وبلاش بقى تأجيل وما تزعليش، انا هعوضك، انا هعوضك عن كل حاجه. المسلسل اللي احنا اجلناه هعوضك عنه احسن. كل يوم بينزل مسلسل جديد، كل يوم بينزل فيلم جديد. الاجازه بتيجي، الاجازه بتيجي، نستغلها صح. لازم هعوضك، انا هعوضك، ما تقلقيش، بس تشتغلي بقى. هقولها لك تاني، مشكلتك انتي، فانتي اللي تعالجيها. انتي الوحيده اللي معاكي العلاج، لان محدش حواليكي جرب مشكلتك، محدش حواليكي حس بيكي، محدش حواليكي عانى من المعاناه اللي انتي عايشاها، او المشكله اللي فيكي مش فيه، او مش في الناس اللي حواليكي. فانتي الوحيده اللي حاسه بنفسك، انتي الوحيده اللي معاكي علاج لنفسك، انتي الوحيده اللي هتعالجي نفسك بنفسك. مفيش حد هيجي يساعدك، ولا حد هيعرف يساعدك، لانه محدش حس باللي انتي حسيتي بيه. انتي الوحيده اللي حاسه بنفسك، فانتي اللي هتعالجي نفسك. محدش هيجي يعالجك، ولا حد هيجي يحس باللي انتي حسيتي بيه. فالعلاج بايدك زي ما انا قلتلك، و... وانتي اللي بايدك تغيري نفسك، وانتي اللي بايدك تغيري حياتك. لان قول كده لنفسك، انا المتحكمه، انا الرئيسه هنا، انا اللي همشي حياتي بالطريقه المظبوطه. فهماني؟ يعني اختاري الحياه، اختاري كده، تخيلي كده الحياه اللي انتي نفسك تعيشي فيها وعيشي فيها. ليه؟ لان انتي اللي هتعملي كده، انتي اللي هتعملي كده. الكلام سهل، هو الكلام سهل، مفيش اسهل من ان واحده زي مثلا تيجي تتكلم وتقولك نصايح وتنصحك، لكن الفعل هو اللي صعب شويه. بس انتي اللي تقدري تعملي الفعل، انتي اللي تقدري تعملي الفعل. فما تخافيش وما تزعليش، ودايما افرحي، ودايما قولي لنفسك ان انا هنجح. دايما اي حاجه صعبه في حياتك قولي انا هنجح. ده مش بيفكر في اي حاجه، هو بيفكر في الواقع، هو بيفكر في الحاجات اللي انتي بتتكلمي فيها. اي كلمه بتطلع من لسانك ده بيعتبرها حقيقه وواقع، فبيعيشك فيها. فانت تقولي انا هنجح، كل شويه تقولي انا هنجح، وتطبطبي على نفسك وتقولي هعوضك عن كل حاجه. انا بعمل مع نفسي كده، انا بقول لنفسي هعوضك عن كل حاجه، هعوضك عن كل حاجه انت مش عارفه تجيبيها، هعوضك عن كل حاجه انت مش عارفه تعمليها، هعوضك واوديكي في كل حته انت مش عارفه تروحيها. دايما بقول لنفسي كده. بس بختار نجاحي الاول، يعني مش بختار الرفاهيه، لا، بنختار النجاح الاول، بنختار الحاجه اللي تؤدي بينا للرفاهيه. فاهمين ازاي؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من كلامي. انا كده خلصت، واتمنى من كل قلبي ان انتوا تكونوا استفدتوا من كلامي، وحتى لو ب1% بس تكونوا فاهمين ان انتوا المتحكمين في حياتكم، مفيش حد تاني متحكم فيها. فاتمنى من كل قلبي ان انتوا تكونوا كويسين دايما، وتكونوا مشجعين لنفسكم. وعايزه اقول لكم ان انا بصور وانا المفروض اصلا انام عشان عندي شغل بكره بس فداكم كل حاجه، كل حاجه فداكم. المهم، عايزاكم دايما تكونوا كويسين وبخير، وعايزاكم كمان تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. انا كده خلصت، واستنوني كل يوم سبت الساعه 8 في قاعده مع شهد. ومش عايزه اخلص الفيديو ولا عايزه اقفل، بس هعمل ايه؟ هتوحشوني، اشوفكم السبت الجاي ان شاء الله. مع الف سلامه، باي.